السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير بإذن الله. هكمل مع بعض شرح مادة محاسبة إدارية. رابعا بيتكلم عن أهمية المعلومات المحاسبية الإدارية وأهمية جودتها. طيب احنا دلوقتي في الجزء التاني من الفصل الأول. تمام. فقال لي ان اتضح مما سبق أهمية نظام المعلومات المحاسبية في مجال الأعمال عامة، بحيث ان هو المصدر الرئيسي اللي بيوفر لي المعلومات الضروريه عشان اعرف اتخذ بالحاجات اللي جايه دي. طيب اول حاجه قال لي ان انا بحدد من خلال المعلومات دي تحديد الاستراتيجيات والخطط طويله الاجل. معلش اعذروني على صوتي عشان بس انا عندي برد. فتحديد الاستراتيجيات والخطط طويله الاجل، تمام، اللي بتنطوي تحتها تطوير المنتجات الجديده. طيب تاني حاجه عندي هي قرارات تخصيص الموارد وقرارات التسعير. يبقى انا عندي اول حاجه ان انا بحدد الاستراتيجيات والخطط طويله الاجل، تاني حاجه ان انا بحدد قرارات تخصيص الموارد وقرارات التسعير، تمام. وتالت حاجه عندي تخطيط ورقابه العمليات والانشطه الدوريه. كل واحده من الثلاثه اللي احنا قلناهم بتعتمد على تقارير مختلفه. يعني وليكن مثلا انا عندي دي اللي هي بتعتمد على التقارير بتاعه تطوير المنتجات الجديده سواء الملموسه او غير الملموسه. عندي بتاعه تخصيص الموارد وقرارات التسعير بتعتمد على التقارير اللي هي النوعيه والربحيه المنتجات والخدمات. عندي تخطيط ورقابه العمليات والانشطه الدوريه بتعتمد على تقارير تشمل الايرادات والتكاليف. طيب عندي رابع حاجه وهي قياس وتقييم اداء سواء للانشطه او الافراد. فقال لي قياس وتقييم الأداء سواء للأنشطة أو الأفراد، تمام، بتتضمن مقارنة بين النتائج الفعلية والنتائج المخططة المخططة في التخطيط اللي احنا قلنا عليها ان احنا بنعمل خطط وبنقارن ما بين نتائج فعلية بتاعة الأداء والنتائج تانية بتاعة التخطيط، تمام. طيب خامس حاجة وهي إعداد التقارير المالية المنشورة اللي بتتقدم للجهات الخارجية والتي يتم إعدادها وفقا للمبادئ المحاسبية. يبقى أنا عندي كم مهام للمعلومات. أول حاجة بحدد الاستراتيجيات والخطط طويلة الأجل. تاني حاجة إن أنا بحدد قرارات تخصيص الموارد وقرارات التسعير، كل واحدة طبعا منها على تقارير مختلفة. عندي تخطيط ورقابة العمليات والأنشطة الدورية وقياس وتقييم الأداء سواء للأنشطة أو الأفراد. وعندي إعداد التقارير المالية المنشورة طبعا اللي بتقدم للجهات الخارجية. وعشان المعلومات المحاسبية تقوم بالمهام المحطوطة لها في العمليات الإدارية المنوط بها دي اللي هو يعني زي المخصوص بيها في العمليات الإدارية، فلابد ان المعلومات دي تكون عالية الجودة. لازم انها تكون صحيحة. ليه؟ عشان بتعتمد صحة القرار على مدى دقة المعلومات اللي متخذة. يعني كل الحاجات اللي فوق دي لو المعلومات فيها شك في الجودة بتاعتها فبالتالي القرارات نفس النظام هيبقى فيه شك في الجودة بتاعتها، في صحتها قصدي. تمام. فقال لي ان هنا تعتمد فائدة قيمة اي تقرير محاسبي على حاجتين، معاملين رئيسيين. اول حاجة جودة المحتويات بتاعة التقرير ده جودة الحاجات اللي موجودة فيه، والمستخدم مقدرة المستخدم بتاع التقرير، المستخدم اللي بيستخدم التقرير ده على الاستفادة منه. فيبقى أنا عندي عاملين رئيسيين وهو جودة محتويات التقرير وعندي مقدرة مستخدم التقرير على الاستفادة منه. فقال لي إن المحاسب مسؤول عن العامل الأول وهو جودة محتويات التقرير، كما أن أحد مهامه هو مساعدة المديرين في استيعاب معاني التقارير المحاسبية وكيفية الاستفادة منها. قال لي وهناك بعض المعايير المتفق عليها والتي إذا أخذت بعين الاعتبار في إعداد التقارير. إيه هي الأهم المعايير؟ أول حاجة الملائمة. طب يعني ايه الملائمة؟ فبيقول لي ان المعلومات تكون ملائمة بحيث انها بتأثر او بتربط ما بين المعلومات وما بين القرار اللي اخده المدير او عملية اتخاذ القرار. يبقى معنى الملائمة يبقى يكون بتأثر او بتربط بصورة مفيدة بالقرار بتاع المدير او عملية اتخاذ القرار. وقال لي لا شك ان معظم القرارات الاداريه المعقده تحتاج المفاضله بين البدائل، ولذلك فان المعلومات الملائمه تساعد كثيرا في ترشيد اتخاذ القرار. تمام. فحاله المفاضله بين البدائل يجب ان تتعلق ان هي تتعلق بالمستقبل. تاني حاجه انها بتبين الفروق ما بين المبادئ. يبقى لما هاجي افاضل ما بين البدائل اللي موجوده عندي، اول حاجه انها تتعلق بالمستقبل، تمام، وتاني حاجه عندي وهي ان هي تبين الفروق بين البدائل. طيب تاني حاجه وهي القياس الكمي. اخدناها القياس الكمي ان هو يعني ان هو يكون في صوره ارقام، تمام، وده بيساعد كتير جدا في المقارنه بين الاهداف والبدائل معا. فقال لي ان القياس الكمي يساعد على ادماج انواع مختلفه من الاشياء ببعضها البعض بحسب خصائصها. يبقى انا عندي القياس الكمي ده اللي هو عباره عن القابليه للتعبير عن النشاط بارقام بصوره كميه، يعني بارقام، تمام، واللي ده بيساعد كتير جدا في الاهداف والبدائل، المقارنه بين الاهداف والبدائل. طيب عندي تالت حاجه قال لي القابليه للتحقق. فقال لي القابليه التحقق دي
تمام. بيقول ايه بقى؟ بيقول ان بتمكن افراد المؤهلين ان هم بيعملوا بصفه مستقله عن بعضهم، كل واحد بيشتغل بصفه معينه. تمام. وبيوصلوا لنفس القياس او النتائج المراد بيها، لكن مش بتكون نتيجة عن الاجتهادات الشخصية، لا هي بتقوم على أساس عملية محددة ولها إجراءات إيه واضحة. يبقى أنا عندي قابلية للتحقق إن هي بتمكن الأفراد اللي هم بيشتغلوا عندي إن هم يكونوا في صفة مستقلة إيه عن بعضهم البعض، بس المهم إن هم يوصلوا لإيه للنتائج المرادة. تمام. طب على إيه؟ على أسس علمية محددة ولا على طريقة اجتهاد كل واحد؟ لا، على أسس علمية محددة. طيب عندي رابع حاجة وهي التحرر من التحيز. هي جاية من اسمها ان ما يكونش فيه تحيز. يعني ايه؟ ان التقارير تكون محايدة، ما بتديش حد ميزة وما بتضعفش حد، او ما بتديش حد ميزة على حساب مجموعة. تمام. طيب خامس حاجة عندي وهي التوقيت. يعني ايه التوقيت؟ ان التقرير بتاعي يكون محطوط او معدا في الوقت ايه المناسب، تمام، بحسب جداول زمنيه هما بيكونوا حاطينها. طيب سادس حاجه وهي الوضوح، ان التقرير بتاعي يكون المحتوى بتاعه والشكل بتاعه والمظهر بتاعه يكون ايه واضح، تمام، ويكون نظيف، ويجمع البنود اللي هو المطلوبه تكون موجوده فيه، الحاجات اللي هي تكون مهمه فيه. طيب سابع حاجه عندي وهي الايجاز. الايجاز زي الوضوح، فبيقول لي ان هو برضو معيار الوضوح بيقصد بيه ان يكون التقرير مختصرا مباشرا، تمام، يتضمن المعلومات الضروريه فقط، زيها زي الوضوح يعتبر. خامس حاجة وهي مقارنة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية. يبدأ يقارن ما بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية، فقال إن في علاقة وثيقة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية، لكن ليها أوجه تشابه وليها أوجه اختلاف. تمام. وكمان قال لي إن تعتبر مخرجات المحاسبة المالية هي بعض المدخلات للمحاسبة الإدارية. طيب فقال لي أول حاجة نبدأ فيها وهي أوجه تشابه بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية. فقال لي اول حاجه ان الاتنين بيعتمدوا على نظام المعلومات المحاسبيه، تمام، وان هما الاتنين بيعتبروا ضياعا كاملا للاموال ان يكون هناك نطاقين لتجميع المعلومات معا. يبقى اول حاجه والمهم عندي اللي انا اركز عليها، كل الكلام ده شرح مش مهم خالص، ان كلاهما ايه يعتمد على نظام المعلومات المحاسبيه. طيب تاني حاجه عندي ان هو تعتمد كل من المحاسبه الماليه والمحاسبه الاداريه على مبدا ايه المفهوم بتاع المسؤوليه. بمعنى انا عندي المحاسبه الماليه هي بتهتم بالشركه ككل، لكن المحاسبه الاداريه بتهتم باجزاء موجوده جوه الشركه. فاحنا لو بنمثل ان المحاسبه الماليه والمحاسبه الاداريه هرم، فانا هقول ان المحاسبه الماليه هي القمه في الهرم، لكن المحاسبه الاداريه هي كل المحتوى اللي في الهرم. يبقى انا عندي حاجه، تاني حاجه هي تعتمد كل من المحاسبه الماليه والمحاسبه الاداريه، تمام، بشده على مبدا على مبدا المسؤوليه. تمام. طيب عندي تالت حاجة وان هي تركز كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية بشدة على تقديم المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، وذلك على اختلاف متخذي هذه القرارات سواء من داخل أو من خارج. يبقى عندي تالت حاجة ان هي بتركز كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية على تقديم المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات. طيب رابع حاجة، لا كده خلصنا، هما كده 3 حاجات أوجه التشابه. طب أوجه الاختلاف، قال لي أول حاجة الهدف. يعني ايه الهدف؟ قال لي يعني مثلا المحاسبة المالية بتهدف الى اعداد القوائم والتقارير المالية، تمام، بينما المحاسبة الادارية، تمام، تهدف الى خدمة المستخدم الداخلي بصفة عامة والادارة بصفة خاصة. يبقى انا عندي المحاسبة المالية بتقوم على اعداد القوائم والتقارير المالية لجميع المهتمين بامر المنشأة، لكن الادارية هي بتخص المستخدم الداخلي بصفة عامة والإدارة بصفة خاصة. طيب تاني حاجة والمستخدمون، فبيقول لي إن المخرجات بتاعة نظام المحاسبة المالية إلى الجهات الخارجية بشكل عام، لكن مخرجات نظام المحاسبة الإدارية إلى الجهات الداخلية. مش محاسبة إدارية يبقى كده جوه المنشأة، لكن المحاسبة المالية بشكل عامة. تمام. طيب تالت حاجة عندي الفترة، فقال لي ان الفتره دي اللي هي تهتم المحاسبه الماليه بالاحداث الماضيه، حيث توفر تقارير المحاسبه الماليه بيانات ومعلومات عن الاحداث والانشطه اللي حدثت بالفعل في الماضي، بينما المحاسبه الاداريه دي الاحداث الماضيه والحاليه والمتوقعه مستقبلا. يبقى انا عندي الفتره ان المحاسبه الماليه دايما بتركز على الماضي، على الحاجات اللي حصلت قبل كده، لكن المحاسبه الاداريه بتهتم بالماضي والحالي والمستقبلي.
رابع حاجة عندي وهي القيود. فقال لي ان المحاسبة الإدارية غير ملزمة بالتقييد التام بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عام. ليه؟ لان هي بترتكز على مدى ملائمة محتويات وشكل التقارير الداخلية للقرارات المطلوب اتخاذها. بينما المحاسبة المالية العكس بقى، اللي هي ملزمة بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عام، لان هي بتقدم تقاريرها للمستخدمين الخارجيين. يبقى انا عندي في القيود هنا المحاسبة الإدارية غير ملزمة بأي قيود. ليه؟ لان هي بتكون ملائمه، التقرير بتاعها والمحتويات بتاعه التقرير بتاعها بيكون ملائم للقرارات المطلوب اتخاذها. لكن المحاسبه الماليه مش لا، هي ملزمه بالمحاسبه بالمبادئ بتاعه المحاسبه للمستفيدين الخارجيين. طيب خامس حاجه وهي الموضوعيه. اخدنا معنى الموضوعيه، فبيقول لي ان المحاسبه الماليه تمام هي بتتعامل مع بيانات محاسبيه تتصف بالموضوعيه والقابليه للتحقق. ليه؟ لان هي اصلا بتعبر عن احداث فعليه وموثقه بالمستندات حدثت في الماضي. لكن المحاسبه الاداريه هي بتهدف الى خدمه اداره المنشاه وما تحتاجه اداره المنشاه. يبقى انا عندي الموضوعيه بتكون موجودة، بتتعامل بيها المحاسبة المالية مع بيانات المحاسبية اللي بتتصف بالموضوعية والقابلية للتحقق. لكن في المحاسبة الإدارية تمام بتتصف بالمرونة الكاملة في مجال إعداد تقاريرها والبيانات اللي بتتضمنها تلك التقارير. طيب سادس حاجة عندي وهي الملائمة. احنا كنا واخدين الملائمة ان لازم يكون في ارتباط قوي ما بين المعلومات تمام والقرارات بتاعه الاتخاذ. نفس النظام قال لي ان القاعده هنا اللي بتحكم اعداد التقارير في مجال المحاسبه الاداريه هي هي توفرها للملائمه في الوقت المناسب لمساعده الاداره. فهو بذلك فان تقارير المحاسبه اللي تركز على الملائمه التي يقصد بها ان تكون البيانات مرتبطه بالمشكله قيد البحث. تمام. طيب الوقتيه، برضو الوقتية مهمة جدا في المحاسبة الإدارية، عشان وقت ما اجي اتخذ القرار في الوقت الحاضر لازم يكون عندي برضو تقدير حتى لو قليل في الدقة، بس يكون عندي تقدير وقتي. تمام. المجال، فقال لي ان المحاسبة المالية تمام حاجة عندي المجال، قال لي ان المحاسبة المالية هي بتعامل المنشأة كواحدة ككل، وان هي لما بتيجي تجمع او بتهتم بالقوائم المالية بتهتم على مستوى المنشأة ككل. عشان كده احنا قلنا ان هي بتبقى موجودة في رأس الهرم. طيب انما المحاسبة الإدارية هي بتهتم بالأجزاء او القطاعات بتاعة المنشأة. تمام. تسع حاجة عندي هي الإلزامية. فبيقول لي ان المحاسبه الماليه تمام هي واجب عليها انها تنشر القوائم والتقارير الماليه للجهات الخارجيه عشان ما يطلعوش على البيانات الداخليه للمنشاه. فالمنشاه اداره المنشاه بتلزم المحاسبه الماليه او الناس اللي هم شغالين في المحاسبه الماليه ان هي تطلع وتوفر معلومات للجهات الخارجيه. لكن نظام المحاسبه الاداريه مش ملزمه ان هي تطلع البيانات بتاعتها، لان احنا قلنا انها بتكون خاصه بالنظام الداخلي. يبقى انا كده عندي 9 اوجه اختلاف ما بين المحاسبه الماليه والمحاسبه الاداريه. طبعا الفيديو ده طويل مننا قوي، فبالتالي انا هوقف لحد هنا، وهيبقى كده هنضطر ان احنا نعمل جزء ثالث للمحاسبه الاداريه في الفصل الاول، لان الفصل كبير جدا. تمام. لو في اي حد واقف معاه اي حاجه يبعت لي في الكومنتات. رجاء دعواتكم بالشفاء. معلش انا اتاخرت الفتره اللي فاتت دي، بس صوتي كان رايح اول ما بدا يرد، فانا بدات اشرح. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سادسا بيقول لي مقاومات وادوات المحاسبه الاداريه. فقال لي انا عندي كم مقاومه؟ عندي مقاومتين. اول مقاومه وهي مقاومه المحاسبه الاداريه. فقال لي عشان يتم انشاء نظام المحاسبه الاداريه فاحنا لازم نشوف المقاومات بتاعه المحاسبه الاداريه. فقال لي اول حاجه وهي توافر نظام للمحاسبه الماليه. فقال لي ان نظام المحاسبه الماليه دي احد المقاومات الاساسيه عشان انشئ نظام كويس للمحاسبه الاداريه، لانه هو بيوفر ليا بيانات ومدخلات. احنا قلنا اصلا ان مدخلات المحاسبه الماليه هي بتبقى المخرجات بتاعه المحاسبه الماليه هي مدخلات للمحاسبه الاداريه. فيبقى انا عندي ان نظام المحاسبه الماليه احد المقومات الاساسيه لانشاء النظام المحاسبي الاداري. تمام. ان القوائم الماليه دي الاساسيه تعتبر مدخلات لتطبيق اسلوب النسب المالي. تمام. النسب المالي. طيب تاني حاجه قال لي ان توافر نظام لمحاسبه التكاليف. قال لي برضو ان النظام بتاع المحاسبه بتاع التكاليف احد المقومات الاساسيه لانشاء نظام المحاسبه الاداريه، زي مثلا بيانات التكاليف كاساس لتحليل التعادل واعداد موازنات التكاليف واتخاذ قرارات المفاضله بين البدائل. يبقى انا عندي برضو توافر نظام لمحاسبه التكاليف دي من المقومات الاساسيه اللي بتاثر على نظام المحاسبه الاداري. طيب ثالث حاجه عندي توافر نظام اداري سليم. يعني ايه؟ قال لي ان الهيكل التنظيمي الواضح في تحديد حدود السلطة والمسؤولية تمام مهم جدا
علشان انشئ نظام محاسبي اداري يكون كويس. فلو انا ما عنديش نظام هيكلي كويس او ما عنديش هيكل للمحاسبة الادارية، ما ينفعش ان انا اطبق للمحاسبة المسؤولية او انشاء نظام قياس وتقييم الاداء. فيبقى انا لازم عندي يكون في نظام اداري سليم من خلال ان انا اعمل هيكل تنظيمي في المنشأة. رابع حاجة قال لي توافر نظام للمعلومات غير المحاسبية. فقال لي عشان ينجح نظام المحاسبة الإدارية لازم يكون عندي معلومات لا ينتجها النظام المحاسبي. زي زي أسعار للسوق وظروف المنافسة والبدائل المتاحة في السوق. كل الحاجات دي ملهاش علاقة بالنظام المحاسبي لكن موجودة، لازم تكون موجودة عندي. طيب خامس حاجة وعندي هي الأساليب والنماذج الكمية. احنا عارفين الكمية اللي هي بتعتمد على الأرقام. معنى كده ان نظام المحاسبة الإداري لازم يكون في مجموعة من الأساليب الإحصائية والرياضية والأساليب بتاعة البحوث بتاعة العمليات، تمام. ولازم تكون من النماذج الكمية، تمام. قال لي سادس حاجة توافر الوسائل الآلية لتشغيل البيانات. فقال لي لا شك أن أحدث الوسائل الآلية لتسجيل البيانات وتصنيفها مزايا من أهمها سرعة إعطاء البيانات المطلوب. فقال لي إن لازم يكون في وسائل آلية لتشغيل البيانات. لما مثلا ما كانش عندي كمبيوتر وكل البيانات كنت بسجلها بورقي، الأمر كان في إجهاد عليا وكان في أرشيف وبقعد أرجع منه. لكن أنا دلوقتي عندي وليكن مثلا كمبيوتر عليه داتا وعليه هارد بحط فيه وبخزن فيه، فبالتالي لما أجي أبحث عن معلومة معينة بعمل في السيرش وبرجعها. فدي من أحدث الوسائل الآلية لتسجيل البيانات، تمام. وبرضه بكتشف من خلالها الأخطاء والمواطن بتاعة الضعف بسرعة وبوضح الإجراءات المصممة للإدارة. احنا كده أخدنا المقومات بتاعة المحاسبة الإدارية. طب تاني حاجة عندي هي أدوات المحاسبة الإدارية. أول أداة عندي بيستخدمها المحاسبة الإدارية هي نموذج تحليل التعادل، ده اللي بيدرس العلاقة بين التكاليف وكمية النشاط والأرباح. تاني أداة عندي وهي نظام الموازنات التخطيطية، تمام. واللي دي بتكون طبعا احنا قلنا ان الموازنات التخطيطية دي أخدناها في أول الفصل ان هي بتعد من أهم الموازنات بتاعت أدوات التخطيط والرقابة. طيب تاني حاجة عندي أسلوب النسب المالية، ودي العلاقة بين مفردة وأخرى من مفردات القوائم المالية. رابع حاجة عندي نظام محاسبة المسؤولية وتقييم الأداء، ده اللي بيعتمد نظام محاسبة المسؤولية على تقسيم الهيكل التنظيمي، برضو اتكلمنا عنه. خامس حاجة عندي وهي أسلوب التحليل التفاضلي، إن احنا بنحلل ما بين بنعمل أسلوب التحليل ده التفاضل كأساس لمقارنة بين التكاليف وإيرادات كل بديل. يعني بيبقى فيه مقارنة ما بين التكاليف وإيرادات كل بديل. سادس حاجة عندي وهي تحليل التدفقات المالية والنقدية. سابعا بيقول لي آداب وسلوك مهنة المحاسبة الإدارية. فقال لي إن المحاسبة الإدارية دي كمهنة ليها لازم إن هي يوضع ليها المعايير والآداب والسلوكيات بتاعة المهنة زي أي مهنة. فالمحاسب الإداري عليه التزام تجاه المنشأة واللي بينتمي ليها وتجاه مهنته وتجاه المجتمع. فبدأ يقول لي أول حاجة إن تتمثل معايير السلوك المهني للمحاسبين هي الكفاءة. وبدأ يقول لي بتتضمن الكفاءة دي. قال لي اول حاجه ان انا بحقق مستوى اداء مهني ملائم من التاهيل العلمي والتطوير المستمر لمعلوماته. تاني حاجه القيام بوظيفته بما بيتفق مع القوانين والمعايير والتعليمات اللي احنا اخترناها. تالت حاجه مش اخترناها، لا، اللي هي موضوعها اصلا في الماده. تالت حاجه عندي اعداد تقارير وتوصيات كامله وواضحه بعد التحليل. يبقى انا عندي كفاءه، تحقيق مستوى اداء مهني، القيام بوظيفه ما يتفق به كل المبادئ والمعايير وكله. تالت حاجه عندي اعداد تقارير وتوصيات كامله وواضحه بعد التحليل والدراسة. طيب عندي تاني حاجة عندي وهي السرية، ده كده في السلوك. تاني حاجة في السلوك هي السرية. فقال لي أول حاجة إن أنا عدم إفشاء أي معلومات سرية أو تؤثر على المركز التنافسي للمنشأة. ما بقاش أنا رايحة راجع عند حتة عرفت إن في أدوات ضعف في حاجات عندهم ضعف فيها، أروح قايلها لمجموعة تانية لما أروح أراجع عندهم، تمام. طيب تاني حاجة عندي التأكد من التزام تبعية بالمحافظة على سرية المعلومات اللي بيحصلون عليها. يبقى أول حاجة عدم إفشاء أي معلومات سرية عشان ما تأثرش على المركز التنافسي للمنشأة. التأكد من التزام تبعية بالمحافظة على سرية المعلومات. تالت حاجة الامتناع عن استخدام المعلومات السرية التي يحصل عليها أثناء القيام بعمله. هما التلاتة شبه بعض أصلا. تالت حاجة عندي في السلوك وهي النزاهة. قال لي أول حاجة إن أنا أتجنب أي تعارض في المصالح بينه وبين المنشأة. تاني حاجة عدم الدخول في أي نشاط ينقص من قدرته على القيام بأعماله وواجباته. تالت حاجة رفض أي هدايا أو مجاملة بين المراجع وما بين المنشأة اللي هيراجع ليها. رابع حاجة عدم الإضرار بتحقيق أهداف المنشأة المشروعية. خامس حاجة الاطلاع والتحقق من القيود المهنية. يبقى أنا عندي 5 حاجات في النزاهة: إن أنا ما يكونش في ما بيني
ما بين في مصالح او في تعارض ما بيني وما بين المنشأة، عدم الدخول في اي نشاط، رفض هدايا، عدم الاضرار والاطلاع والتحقق من القيود المهنية. تمام. دي رابع حاجة وهي الموضوعية، ان هي بتحدد وتوصل المعلومات بعدالة موضوعية والافصاح الكامل عن كل المعلومات. ويمكن القول ان المحاسب الاداري يجب ان يتصف بالمواصفات التالية. ايه بقى المواصفات؟ اول حاجة ان يكون عندي ضرورة توافر قدر مناسب من الدراية بالوظائف الادارية. تاني حاجة عندي ضرورة الحصول على قدر من المعرفة والثقافة عن طريق التعليم والتدريب. تالت حاجة عندي الالتزام بقواعد سلوك واداب المهنة. رابع حاجة عندي وهي مهارات الاتصال وتتمثل في القدرة على نقل المعلومات وتقديم الأداء. خامس حاجة وهي مهارات ذهنية تتمثل في القدرة على البحث والتفكير. سادس حاجة أو خامس حاجة هي مهارات العمل كفريق مع الآخرين في المجموعة. يبقى أنا عندي أدي كده 1 2 3 4 5 6. يبقى أنا عندي 6 حاجات ضرورية تكون موجودة في المحاسب الإداري. آخر حاجة عندي في الفصل وأخيرا هو ثامنا المنافسة العالمية والمحاسبة الإدارية والحاجة المتزايدة للمعلومات. قال لي إن من أسباب نشاط المحاسبة الإدارية هو ازدياد المنافسة على مستوى العالم، وكذلك الضغوط الشديدة لخفض التكاليف والنمو السريع للتكنولوجيا، مما ترتب عليه زيادة حاجة المدير للمعلومات. تمام. وخصوصا المعلومات المتعلقة بالاستخدامات الداخلية والتي لا يمكن الحصول عليها من القوائم الدخل والقوائم بتاعة المركز المالي، لان احنا قلنا كل الحاجات دي اصلا بتكون موجودة بتصدر للناس الخارجيين، للمستخدمين الخارجيين. لكن المحاسبة الإدارية لازم بيكون ليها متعلقات باستخدامات الداخلية. فقال لي ان في العقود الثالثه الاخيره بعد ما بدا في تطويرات وبقى في تكنولوجيا وفي روبوت وغيره، فان الايدي البشريه بقت قليله جدا في المصانع وفي الاماكن اللي بتبقى فيها المنتجات. فقال لي ان حتى في مصانع دلوقتي العمال ما بيعملوش فيها حاجه غير ان هم بيراقبوا الاجهزه. تمام. وفي حالات كتيره جدا ان الروبوت كمان بيحل محل العمال، وادى ذلك ان احنا بقينا بنستخدم الكمبيوتر استخدام واسع جدا، خفض في تكلفه وقت تسجيل وتحليل المعلومات. فتتبع كل بند وصنف من المنتجات ذات الكميات الكبيره بشكل روتين. يعني معنى انهم خلاص بدأوا يعني يسيبوا الايدي العاملة بقى، والبشر كلهم بدأوا يركزوا على الروبوتات، لانهم لقوها اصلح ولقوا ان هم بيخزنوا بيانات وبيعملوا بيسووا، بس برضه هيبقى في ميزة في الايدي البشرية. فقال لي كمان كم اتسع دور المحاسبة الإدارية كثيرا عما كان عليه، وبدل من كم هو مجرد استخدام محاسبة التكاليف لإدارة الأعمال داخل المنشأة، وتختلف إدارة التكاليف دلوقتي عن محاسبة التكاليف أيام زمان طبعا. تمام. وتجميع التكاليف وإعداد التقارير وكل الحاجات دي، إلا إن الموارد اللي هي لم تستخدم بكفاءة في ظل ظروف المنافسة وارتفاع التكلفة من خلال إدارة واعية للتكاليف. أنا أنصحكم الجزئية دي قراءة بس يعني. ومن المتوقع في المستقبل أن يزداد دور المحاسبة الإدارية اتساعا، حيث لا لاحظ العديد من الكتاب أن قدرة المنظمة على البقاء في دنيا الأعمال ذات التغيرات العنيفة إنما يرتبط مباشرة بمدى حكمة وسرعة تفاعلها مع هذه التغيرات. يعني أنا عندي وليكن شركة، أنا لا هشوف بقى الشركة دي هتعرف تكمل في المنافسة اللي هي شغالة فيها دي ولا لأ، من خلال إن هي بتواكب التطورات دايما والتحديثات اللي حواليها. وخلاصة القول، انت فين يا عم؟ انا شفتش خلاصة القول دي. ان التطورات الاخيرة في الادارة والملامح الجديدة في بيئة الانتاج الحديثة تستلزم بالضرورة تطورات مصاحبة في النظم المحاسبية، اللي هي تعتبر المصدر الرئيسي لتوفير المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات والتخطيط والتوجيه والرقابة وتقييم الأداء. ومن ثم فإن على المحاسبة الإدارية أن هي تطور من أساليبها لتواكب التطورات الحديثة. ولا شك أن نجاح المحاسبة راهن بمدى اعتماد المديرين على المعلومات المحاسبية. وبكده نكون خلصنا الفصل الأولاني بتاع الإدارية الحمد لله. أي حد هيقف عنده أي حاجة يبعتها لي كومنتات. تمام. ما تنسوش لو المحتوى عجبكم تعملوا لايك عشان القناة تكمل. ودعواتكم طبعا بالشفاء، وإن شاء الله بإذن الله نكمل شرح.